مشكور على البرنامج الجميل يا شيخ. الله يجزيك خير، جمله اتصالك، الله يحييك. طول عمرك يا شيخ، والله لازم اني احبك في الله. الله يحبك يا احمد، الله يكرمك ويجزيك. طول عمرك شيخ. من ناحيه السؤال عن اليوم موضوع السعاده، انا ما احس فيها كلش. ما تحس بسعاده؟ لا. هذه ما احس بها. انت كم عمرك يا احمد؟ عمري 21. ما شاء الله عليك، شباب توك. ليش يعني تحس دائما بضيق وغم وهم؟ يا اخي ما ادري، انا ادخل البيت احسه متضايق، اطلع برا متضايق، اصاحب مشايخ اوكي يمكن اصاحبهم اجاملهم يوم وعقب اسحب، ما عاد اصاحبهم. تسحب عليهم؟ خلاص. احمد انت تدرس ولا تشتغل ولا؟ لا والله، لا هذه ولا هذه. ايه، من متى وانت لا هذه ولا هذه؟ من 2 تقريبا. ايه، تخرجت من الثانوي؟ لا والله ما كملت، اعداديه. اعداديه يعني. عندك فراغ كثير جدا جدا فراغ. تدخل الانترنت؟ والله قليل يعني، ما يدخل واجد. طيب انا من النوع اللي ما احبه يعني كثير. طيب احمد، ربما ان اللي يؤدي بك الى نوع من الهم والغم، يعني انا اجزم انك احيانا تستيقظ الساعه 10 الضحى فتنظر الى ساعتك، فاذا رايتها 10 تقول في نفسك يا ليتها 12 ما هي ب10. صح؟ كانك حاسيني ولا لا؟ احيانا بعد العشاء اذا صليت العشاء وطلعت الساعه 7 من صلاه العشاء ودك تغمض وتفتح وتشوف الصبح جاء وانتهت تلك الليله. هذه ولا لا؟ اي صحيح. هذا ولدي السبب فيه احمد، كثرة الفراغ عندك. ليش ما تملأ وقتك بشيء؟ يعني اما انك ترتبط بالدراسة او تدبر نفسك تشتغل اي عمل، حتى لو كان عمل يعني ليس عمل له منصب رفيع. يعني مثلا لو قيل لك والله مالك عمل الا انك تشتغل فرضا امن في سوبر ماركت، تقول ما في مانع حتى لو الراتب قليل، ما عندي مانع. قالوا لا والله نبغاك تشتغل السوبر ماركت. بقول لك انا الحمد لله ربي مغنيني. اي انا ما اتكلم عن هذه يا احمد، ما ليس لانك محتاج، لا، لانك لابد ان تشعر انك تملأ وقتك، انك تقوم الصبح وعندي شغل لازم اخلصه. ممكن يكون لك نشاط في الانترنت ولدي، يعني تشرف على منتدى معين وتدخل كل يوم وتشوف في مشاكل في المنتدى والاعضاء وتفصل هذا وتحط هذا وتقدم هذا وترجع هذا. كلما صار الواحد ابو حميد يشعر ان له اثر في الحياة وانه موجود وانه صفر على اليمين ليس صفرا على الشمال، شعر بسعادة. اما اذا جلس فارغ والله ربي مغنيني والحمد لله، اما واحد اهل التجار ولا جايه ورث والسيارة موجودة والأكل موجود والثلاجة مليانة أكل وبغيت حلويات لقيت وعصيرات والمخبة مليانة والجوال يعني مهما تكلمت ما عندي مشكلة. شيخ أنا بقول لك، أنا يمكن سبب هذه، أنا صراحة من النوع بقولها صراحة يعني على التلفزيون، أنا من النوع اللي أكلم بنات كثير. حول ولا قوة إلا بالله. والصراحة زينة أنا أقول لك إياها. إيه طبعا. يمكن في اليوم أكلم 13 14. وكل واحدة تقعد معاها كم تكلمها؟ يعني اقعد معها ساعة، اقول لا انا مشغول يلا بكلم واحدة ثانية. ساعة؟ ايه اقعد معها ساعة نص ساعة، امل منها اكلم واحدة ثانية. يعني 13 بنت وكل واحدة تكلمها ساعة؟ تقريبا اقول لك 13 14 ما من كثر ما اعرف منهم. اشهد ان وعد الله حق. طيب ابو حميد، طبعا هذا من شدة الفراغ انك تبدأ تسولف وياهن. هذه. طيب هذا احمد بسألك سؤال مباشر وصريح. طيب. يعني أنت الآن هذول بنات الناس كل واحدة تكلمها وتقعد معها نص ساعة ولا ساعة صح؟ أيوة. وتعطيها طبعا عبارات حب وضحك وسواليف واستهبال ولا لا؟ أيوة هذه. طيب. بس حب لا بس طيب. خرب. أبو حميد أترضاه لأختك؟ لا طبعا. ترضاه لأمك؟ مشكلة ما عندي خوات. طيب في المستقبل زوجتك ترضاه لزوجتك؟ لا طبعا. ما ترضاه لأمك، ما ترضاه لعمتك، ما ترضاه لخالتك، فلا يليق ولدي أحمد أنك ترضاه لبنات الناس. أنا أقول يعني لازم أول شيء أنك تملأ وقتك بشيء نافع. أنا بيك تدخل على الإنترنت، ادخل على الموقع حق بداية ولا على موقع. شيخ تبي ساعتي وتبيني أخليها هالشيء، بس أنا طالب منك طلب واحد. ها تفضل. بغيت رقمك بس الخاص. خلاص خذ رقم الخاص من الإخوان يعطونك إياه، ولا اترك رقمك أيضا، وإن شاء الله تعالى لعل يكون بيننا اتصال بإذن الله. تسلم.